في عز الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة بتلاقي الفلاح داخل يجري ويقولك الحاج يا دكتور، البقرة على جلدها عقد كتير وحرارتها عالية. أول حاجة جت في دماغي هو التهاب الجلد العقدي أو اللامبي سكين ديزيز، وده مرض جلدي فيروسي معدي خطير من عائلة الجدرية، بيظهر على شكل عقد صلبة ومؤلمة على الجلد، بيجي للأبقار بس ما بيجيش للجاموس. هو شبه مرض الجدري كده عندنا، بيبقى عبارة عن بقع والتهابات في أماكن متفرقة في الجسم. المرض ده بينتقل عن طريق الحشرات زي الدبان والناموس، كمان في حشرات تانية ممكن تنقل المرض. وفي عز الصيف بيزيد نشاط الحشرات الناقلة للفيروس، والمرض بيبقى خطر حقيقي على البقر لأنه ممكن يصيب من 60 ل 70%. وممكن انتقال المرض عن طريق التجاور المباشر أو المية أو الأعلاف. ومن أعراض المرض ارتفاع في درجة الحرارة ممكن توصل ل 41 درجة، مصحوب بدموع في العين، إفرازات من الأنف، زيادة إفرازات اللعاب، العرج وطفح في الجلد، وظهور عقد جلدية عديدة بتظهر على جسم الحيوان المصاب في العنق والظهر والفخاد، حول الشرج والفرج والسطح السفلي للديل، وعلى الضلع والحلمات. وعلشان امنع انتشار العدوى بعمل عزل وحجر للحيوانات المصابة، رفع حيوية الحيوانات المصابة بالتغذية الجيدة وإعطاء الفيتامينات، استخدام المطهرات الفعالة وتطهير أماكن الإيواء بصفة دورية. وعلشان أقي حيواناتي لازم أطبق شوية إجراءات، وهي مكافحة الحشرات الطائرة بالمبيدات، تطبيق إجراءات العزل والإبلاغ السريع عن الحالات، تنظيف الحظائر وإزالة المياه الراكدة ومخلفات الحشرات، أراقب حركة الحيوانات، وأمنع شراء حيوانات مجهولة المصدر. وأحب أقولك إن مفيش علاج نهائي لي، امشي على نظام وقاية محترم، ولو شكيت في حاجة ما تترددش إنك تروح للدكتور، لأن كل دقيقة بتتأخر فيها بتطول فترة العلاج وبتزود الخسائر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وخلصنا رحلة اللامبي سكين ديزيز. انتظرونا في رحلة مختلفة مع مرض جديد، ودمتم بخير.